السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم موديل جديد. قبل ما نبدأ نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا بسم الله ما شاء الله، النهاردة معانا الموديل دوت، اللهم بارك، جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، مش محتاج ان احنا نتكلم عنه كتير. اللهم بارك، موديل جديد جميل جدا وسهل، تقدري تنفذيه ببواقي ستان موجود عندك من البقر. بسم الله ما شاء الله، طبعا الموديل مش محتاج ان نتكلم عنه كتير. اللهم بارك. الموديل بيتكلم عن نفسه. تمام. ان شاء الله باذن الله هننفذ الموديل ده مع بعض النهارده، خطوه بخطوه مع بعض ان شاء الله باذن الله. الموديل فكرته بسيطه جدا وسهل جدا وقيم. اللهم بارك. طبعا هنحتاج، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنحتاج ستان مضل، اي ستان عندك تقدري تنفذيه بالموديل. تمام. ستان عرض 4 سنتي، طول القطعة 8 سنتي، عرض 4 سنتي وطول القطعة 8 سنتي. تمام. هنحتاج 10 قطع، 10 قطع نفس المقاس. وهنحتاج قطعة جوخ، يعني القطر بتاعها يكون حوالي 3.5 سنتي. تمام، 3.5 سنتي. طبعا هنبتدي نشاط الستان مع بعض. طبعا مش هناخد منتصف يا بنات، مش هناخد منتصف، عشان ايه الموديل يطلع معانا بنفس الفوليوم اللي انتوا شفتوه كده وياخد نفس الشكل ده، فاحنا مش محتاجين ناخد منتصف. تمام. هو موديل سهل وبسيط جدا ومش مكلف خالص. بتمنى كل اللي يتابعنا ويتفرج ويشوف الفيديو يعمل مشاركة للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المتابعين والناس تستفاد. وياريت تفعلوا الفيديو بلايك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تمام. وبكده يا بنات نكون شيطنا كل قطع الستان. تمام. احنا مش محتاجين المنتصف، فمش هنعمل منتصف بالولاعة. تمام. تمام. هنحتاج كمان كليب 60 4 سنتي، و2 فص من اللي هو اللولي دوت. تمام. ونبتدي نحدد المنتصف بايدينا كده. تمام. وتقبلوا تحيات الزملاء محمود الطراني من الهندسة الإذاعية، أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، حامد صابر من أسرة الإعداد، ونبتدي نخيط الستان حوالي 6 غرز. تمام. بالطريقة دي. وناخد بالنا ان يكون تقفيل الستان يا بنات من الظهر. تقفيل الستان يا بنات يكون من الظهر بالطريقة دي، مش عايزين اي تقفيل في الجزء ده، بحيث لما احنا نيجي نشتغل يكون معانا بالشكل ده. تمام. فضيلة الدكتور علي فخر، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
نبدأ بتلقي أول سؤال في هذه الفترة عن الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك مصر عطول من بلد حلاوة. مرحبا وأهلا وسهلا. تفضل سيدي. 2 3 4 5 6 غرز. تمام. طيب في أسئلة أخرى؟ قراءة. طيب قراءة من الموبايل في الصلاة. طيب حاضر نجيبك إن شاء الله. استمع للإجابة. السؤال الأول بسيط. لو أنا في طريق مثلا وجوار حديقة مثلا. هو موديل سهل وجميل جدا وممتع يا بنات، مش بياخد وقت خالص، نقدر نشتغل بكل سهولة ونطلع منه كميات جملة كمان، مش مكلف خالص ما شاء الله. اهم حاجة بس ناخد بالنا من التثبيت كويس. واحد عنده حديقة برتقال واحنا يعني بنمر بجوارها والشجر مثمر الأصل أنا استخدمه. طيب لو كنت جوعان ومحتاج إن أنا آكل سمك، يعني هذا مما يعفى عنه بين الناس، هذا على العرف يقول هذا مما يعفى عنه. طبعا موديل الكبير اللي نزلناه على القناة بسم الله ما شاء الله عجب ناس كتير. وناس كتير دخلت كلمتني عليه ان هو مكلف، فطلبوا مني موديلات تكون بالجبر برضو بس مش مكلفة. تمام. فان شاء الله باذن الله هننزل بالجبير ان شاء الله باذن الله. هننزل كذا طريقة مش مكلفين خالص وسهل وبسيط جدا ان شاء الله باذن الله. انتظرونا ان شاء الله باذن الله في كل جديد. أكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له مثل. يعني أي إنسان بيزرع أي شجرة أو أي زرع وبعدين بحب اشكر كل البنات اللي بتدعمني. ولا طير ولا حيوان يكون ماشي جنبها يمد كده يعني فمه ويأخذ منها. حتى الطير يعني حتى الطير أو الحيوان لو أكل فلصاحب الأرض صدقة. فما بالنا بالإنسان. بجد شكرا لكم على دعمكم وعلى كلماتكم الجميلة اللي هي بتشجعوني وبتحفزوني اللي انا انزل لكم كل جديد. وبتمنى دايما تدعموني وان شاء الله باذن الله انزل لكم كل جديد باذن الله بفضل الله. إذا كان إماما في صلاة مفروضة أم إذا كان إماما في صلاة نافلة كالتراويح. ويقول إمام أنا كنت في الصلاة يكون في التراويح بالطريقة دي. إذا كان في التراويح طبعا زي ما موضح مع حضراتكم يا بنات، تقدري طبعا عشان تشتغلي شغل الجملة تقصي الكمية كلها مرة واحدة، تاخدي خطوة خطوة بحيث الموديل ما ياخدش وقت معاكي. يعني تقصي الستان مرة واحدة وبعدين ترجعي تشيطي مرة واحدة وبعدين ترجعي تخيطي المنتصف وبعدين ترجعي تقفلي الشغل كده، يعني بحيث انه ما ياخدش معاكي وقت خالص. وكده احنا بننجز في الوقت وبنعمل كمية في وقت قليل جدا. سؤال آخر على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سيدنا حضرتك يا دكتور كمال ضيف الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور علي فخر. معلش يا دكتور كمال يعني عندي 3 أسئلة صغيرة إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. تقول أنا عرفت بموتي أنا غلط. ربنا يكرمك. السؤال الأول. ما أفضل الشرع السؤال الأولاني ما أفضل الشرع في كتمان الشهادة؟ وهل إذا ما ضاع الشهادة ولم يستجيب له وزن؟ طبعا يا بنات لما بتعملي كده
مع شغل الجملة طبعا مش بياخد منك وقت خالص، وبتقدري تنجزي كمية كبيرة في أقل وقت ممكن معاكي. ناس كتير بتشتكي من الولاعات ان هي بتخلص بسرعة وبتبوظ بسرعة كمان. فان شاء الله باذن الله هنزل لكم برضو طريقة جديدة ازاي تستخدمي مكوة اللحام في التشييط. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو مخصوص ليها، تمام. ونشيط بيها الشغل مع بعض باذن الله، عشان تقدري تنفذي كمية شغل كبيرة في اقل وقت معاكي، تمام ان شاء الله باذن الله، تمام. طبعا يا بنات، وصلت معاكم لنص الكمية، هكمل الكمية واجيلكوا تاني، تمام. طبعا يا بنات انا جهزتهم كلهم ورجعت لكم بعد ما عملتهم ان شاء الله، تمام. طبعا هنبتدي برضو نتنيها نصين بالطريقة دي، تمام. هتكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونبتدي برضو نخيط 6 غرز. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. لا انا استاذنك يعني ابتدي برضه باجابه حضرتك يعني اسمعينا من الهاتف. دلوقتي حضرتك انا بصلي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمد ربنا ونستغفر الحمد لله. بس ساعات يعني بنسى، ساعات بنسى بخلي بقى بنسى الساعة. دي حاجة. تاني حاجة أنا لما أكيد بقى إن في حد يعني فرق عمر رمضان، ماشي؟ حضرتك ينفع تطلع طبعا يا بنات بنخيطها 6 غرز، تمام. بالطريقة دي هنحط 5 فيونكات مع بعض، تمام. بنتنيها نصين بالطريقة دي ونخيطها 6 غرز، تمام. بالطريقة دي، تمام كده جهزنا اول وردة. هنبتدي نقفلها بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. نبتدي نشد الخيط بالطريقة دي، بس نخلي بالنا نكونوا رابطين العقدة اللي في عقدة البداية كويس جدا، علشان الخيط ما يفلتش مننا، تمام. واحنا بنشد الخيط ونحاول نربط كذا عقدة فوق بعض، علشان برضو الفيونكة تكون ماسكة نفسها. ونحاول نربط الخيط في الظهر الفيونكة، في ظهر الوردة، تمام. بحيث ان هو يكون مع الشمع ومع يعني مع الجوخ في الظهر وكده، مش ما يكونش ظاهر، تمام. هنا ده وش الفيونكة، وده ظهر وش الوردة، وهنا الظهر بتاع الوردة، تمام. نجمع التانية. طبعا هو موديل سهل جدا ومش بياخد وقت، اللهم بارك. زي ما قلت لكم كده على فكرة ان انت تقصيه مرة واحدة وتشيطي مرة واحدة، وتعملي خطوة بخطوة كاملة لكل القماش اللي انت قصيتيه، الستان اللي انت قصيتيه. هتلاقي الموضوع سهل جدا، وهتلاقيكي بتنجزي وقت، بدل ما تشتغلي كارت بكارت وتقعدي تقفلي كارت بكارت. لا، هتلاقي نفسك قفلتي كمية في وقت قليل جدا، من غير ما تحسي ان شاء الله باذن الله. وبتمنى تقولوا رأيكم في الكارت في التعليقات، عشان رأيكم بيحفزني جدا 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 لان انا انزل لكم كل جديد. يعني بعض الشروط بحوالي تلت ساعة أو نصف ساعة. فهي بتقعد هذه الفترة لما فيش هي والشمس بتشرق في الساعة السادسة 3 دقائق، السادسة ونصف 3 دقائق، وهي صارت في الساعة السابعة جائز إن شاء الله.
طيب أيضا سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا وأهلا وسهلا. اتفضلي. دلوقتي أنا عندي والدي متوفي بقاله 8 سنين. وطلبنا طبعا عندي اخواتي البنات 5 واحنا 3 صبيان. جت كل ما بنطلب حقنا والدتي بتزعل. بتقول لي كلكم اصلا لسه ما اتجوزتش وده في رقبتكم. تمام. نحاول يا بنات واحنا بنشد نقفل على الوردة اللي احنا مثلا نشوف المسافة اللي احنا سايبينها في الوردة التانية قد ايه، ونعمل الوردة التانية بنفس المسافة. تمام، عشان يكون نفس الحجم، تكون واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. تمام يا بنات. الوالدة طبعا بتقول لها لا ده حق جوازك اخوكم ما تاخدوش. ماشي؟ من نفس الوقت خدت الخطة بقى في 9000 من حقها. تمام يا بنات، بسم الله ما شاء الله. شايفين الموديل؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، اللهم بارك، وكيوت اوي. تمام، هنبتدي نجيب الجوخ. تمام، هنبتدي نقص حتة من هنا وحتة من هنا. تمام، تمام. نبتدي نركب الكليبس بالطريقة دي. يعني والدها متوفى منذ 8 سنوات والى الان يعني يتم توزيع الميراث او الام تعترض على توزيع الميراث. هل هذا بالطريقة دي كده. تمام، هل تطالبهم بان يزوجوا اخاهم غير التزوج اولا قبل توزيع الميراث؟ هل هذا كده يا بنات. تمام، ونبتدي نثبت بالطريقة دي. إلى الوارث ولا يستطيع أحد أن يمنع الوارث من أن يأخذ نصيبه. تمام. طبعا برضو هنفتح الكليبس كده ونضيف نقطة شمع في مجرى اللي بين الكليبس وبين الجوخ من هنا، بحيث ان احنا نكون نتأكد ان احنا مقفلين الجوخ كويس جدا بالطريقة دي يا بنات. تمام، نديها ضغطة بسيطة. تمام، بالطريقة دي. جيبي الكليبس التاني بنفس الكلام. تمام، وإذا أراد أن يتنازع عن شيء من نصيبه بأخيه فلا مانع منه. هذا هو الفصل التصوير المعروف بعد ذلك. بالطريقة دي، بحيث ان نتمكن ان احنا قفلنا الكليبس بشكل ممتاز يا بنات. تمام، ونبتدي نضيف كمية شمع مناسبة. تمام، هنقلب الوردة على الظهر ونستخدم الكليبس بالطريقة دي، نلزقه كده. تمام، ونتأكد ان احنا لازقينه كويس يا بنات. نضغط عليه الستان كده بحيث ان هو يلزق في الفيونكة. تمام، بالطريقة دي. ونجيب الفيونكة التانية، الكليبس التاني برضو بنفس الطريقة. نتأكد من كمية الشمع اللي احنا حاطينها يا بنات. تمام، نضغط الكليبس كده يا بنات
الستان بحيث ان احنا نتأكد ان الكليبس لازق كويس. تمام. هنبتدي نجيب اللزق الصاروخ. تمام. وانا بضيف شمع تاني، بضيف نوع لزق تاني مع الصاروخ عشان اتأكد ان اللزق ماسك كويس في ان الفص التوكة ده ماسك كويس جدا في التوكة، في الوردة، ما يقعش بسهولة. تمام. قدم الشيخ علي الجاوي هذا الابتهال. وما زلنا معكم إخوة الإسلام والإيمان في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام. وبكده يا بنات نكون لزقنا الفصوص بتاعة التوكة. تمام. بصوا يا بنات، شايفين شكلها؟ اللهم بارك، جميل جدا وتحفة قوي. اللهم بارك، جميلة. تمام. بكده نكون خلصنا الكارت بتاعنا النهاردة. بسم الله ما شاء الله. طبعا شايفين شكل الكارت؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا مش محتاج كلام، اللهم بارك. طبعا بسم الله ما شاء الله، الابيض جميل جدا، موديل تحفة وجميل خالص، اللهم بارك. طبعا شكل جديد وموديل جديد. بتمنى ينال اعجابكم، وبتمنى تدعمونا على القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو، وتشاركوه مع اصحابكم. بتمنى ان الموديل يعجبكم، وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات. وشكرا جدا على المتابعة وعلى دعمكم ليا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.